بتعامل نفسك ازاي وقت الزعل؟ كنت بعمل سيشن مع بنت جميلة قوي، لاحظت عليها طول السيشن ان هي بتقاوم ان يبان عليها انها زعلانة. لما بتعيط بتتعصب وتتوتر جدا. فكانت زعلانة عشان سببين: الحاجات اللي اصلا مزعلاها اللي مخليها عايزة تتكلم معايا، وكمان كانت زعلانة انها زعلانة. اتعودت ان الناس تقولك وانت زعلان معاش ولا كان اللي يزعلك؟ لا، ده عاش وكان وراح يزعل ناس تانيين. المشكلة مش في الزعل نفسه، المشكلة ان احنا بنتعامل مع الزعل على انه هو نوع من انواع المشاعر اللي مش المفروض نحس بيها، مع ان مفيش حد قال لنا كده ولا في اي حقيقة تثبت صحة الكلام ده. الزعل واحد من المشاعر اللي بنحس بيها، وانت مش المفروض منك خالص انك تتولد وتعيش في الدنيا طول الوقت عامل زي الفراشة، سعيد مبسوط وناجح ومحبوب ولاقي كل حاجة انت بتتمناها حواليك. انا مش بقولك سيب كل حاجة في حياتك واقعد ازعل واندب وسيب بقى عمرك يضيع في الزعل. انا بس عايزة افهمك حاجة: كل ما بتقاوم الزعل اكتر كل ما الزعل بيفضل جواك اكتر، حتى لو انت مبين العكس. لما بتسمح للزعل انه يظهر وبتتعامل معاه على انه واحد من المشاعر الطبيعية اللي ممكن تحس بيها، وتتعامل مع الزعل إن هو مشاعر مش لازم تحس تجاهها بالعار وإنك لازم تخبيها، هتبدأ تلاحظ إن الزعل بيقعد جواك وقت أقل، لأنك سمحت لنفسك إنك تحس بيه. في فيلم انسايد اوت جابوا البطلة بتاعت الفيلم وجابوا المشاعر اللي جواها بشكل بسيط، وذكروا مشاعر في الفيلم زي الغضب والاشمئزاز والحزن. وده عجبني قوي لأن احنا محتاجين نتعامل مع الزعل إن هو جزء مننا، مش مهم نحس بيه إمتى، المهم إحنا هنتعامل معاه إزاي. أنا كنت زمان كده، أول ما أحس بزعل بتوتر جدا إن أنا زعلانة، وأفضل أزق في الزعل ده عشان يمشي إني حاسة بالعار. أنا ليه اتكلمت معاكم في الموضوع ده؟ لأن أنا حسيت إن أنا مش عايزاكم تعملوا زي ما أنا عملت. مش هكدب عليكم وأقول لكم الموضوع اختفى 100%، بس على الأقل اتحسن كتير عن زمان. ودلوقتي لما بيرجع بقيت أعرف إزاي أتعامل معاه أحسن من الأول بكتير.